تخيل طفلة عندها 5 سنين بتفتح عينيها تلاقي نفسها مسجونة بين 4 حيطان لحد ما تكمل 18 سنة. تخرج للدنيا تلاقي عيلتها اتبخرت والورث الوحيد من أبوها هو صندوق خشب قديم، بس الصندوق ده جواه شيك ب50 مليون دولار و49% من أسهم شركة في البورصة وجواب مكتوب عشانها. الجواب ده كان شرارة النار لأنه كشف حقيقة الأذى اللي تعرضوا له زمان، ومعاه صورة لأبوها وسط شلة غداين. في الجواب أبوها كان بيتمنى إنها تسامحهم وتعيش حياة طبيعية هادية، لكن البنت بصت للناس اللي في الصورة وحلفت يمين عظيم إنها هتدوقهم من نفس الكاس وهتنتقم. ومن اللحظة دي غيرت اسمها وبقيت إيميلي. إيميلي المليونيرة الجديدة راحت أجرت فيلا على البحر في منطقة كلها حيتان وناس تقيلة، فيلا ريحتها مليانة بذكريات طفولتها. المفارقة هنا إن صاحبة الفيلا دي دلوقتي اسمها فيكتوريا، حية من الأفاعي اللي نهشوا لحم أبو إيميلي زمان. عشان الضربة تيجي في مقتل، إيميلي مشيت ورا فيكتوريا لحد فندق فخم، لكن الصدفة لعبت لعبتها وإيميلي اكتشفت بالصدفة إن كونراد جوز فيكتوريا موجود هو كمان هناك. في الثانية الفكرة لمعت في دماغ إيميلي، اتمكرت في لبس جرسونة ودخلت الأوضة بقلب ميت، واستغلت اللحظة اللي هم مش مركزين فيها وحطت حاجة في بدلة كونراد. دقايق معدودة وكونراد جات له أزمة قلبية ووقع في الأرض بيفرفر. الإسعاف وصلت بسرعة الصاروخ وشالته عشان تلحقه، وفيكتوريا واقفة على الباب، الرعب واكل وشها. إيميلي اللي بتراقب المسرحية دي من بعيد قربت ببرود ورمت السلام على فيكتوريا. فيكتوريا اللي طول عمرها بتلعب في الضلمة ومتعودة على الغدر لفت وشها وجريت استخبت في الزحمة. لما وصلت المستشفى الدكاترة طمنوها إن جوزها عنده شوية تسمم غذائي بسيط ومفيش خطر. هنا بقى كسر توقع، هي فاكرة كويس إنه قال لها إنه رايح يلعب جولف، إزاي تلاقيه لابس بيجامة الفندق؟ الرؤية وضحت في دماغها وفهمت الليلة كلها. سحبت جوزها بغل وعصبية وحذرته إن الغلطة دي ما تتكررش تاني أبدا. بعدها بفترة في مزاد خيري إيميلي دخلت الساحة متسندة على مساعد أصحابها وقصدت تقرب من فيكتوريا وتلعب بأعصابها. فيكتوريا كمان قدمت لها أعز صاحبة ليها واللي اسمها ليديا. إيميلي بوش خشب وبراءة مصطنعة قالت لهم إنها شافتهم امبارح في الفندق وبتتمنى تكون صحة جوز فيكتوريا بقيت أحسن. فيكتوريا اللي واقفة جنبها لمحت إن صاحبة عمرها فجأة سكتت ووشها جاب ألوان من التوتر. فيكتوريا لقطتها وهي طايرة وفهمت إن صاحبتها هي العشيدة. اتحركت بغضب أعمى ناحية المزاد، ومش بس رجعت الهدية الغالية اللي ليديا جابتها لها، دي كمان خلت الأمن يطرد ليديا بره المركب بفضيحة. ومن اللحظة دي صداقة أكتر من 10 سنين اتقطعت واترمت في البحر للأبد. في الوقت ده عين إيميلي رشقت على دانيال الابن الوحيد لفيكتوريا. السبب فيديو محاكمة أبوه زمان كشف إن الست اللي أبوها حبها أكتر من روحها هي أول واحدة طعنته في ظهره. لكن إيميلي ما كانتش تعرف إن في حد كشف هويتها الحقيقية والخطر بقى جوه بيتها. الحد ده اتسحب ودخل بيت إيميلي في هدوء. إيميلي اللي دايما متحضرة لأي غدر هجمت عليه بشراسة لحد ما الراجل ده نطق وقال إنه اسمه نولان. وهنا إيميلي افتكرته، ده نفس الشاب الرفيع اللي استقبلها يوم ما خرجت من السجن. سألته بحدة ايه اللي جابه هنا، فرد ببرود انه عايز يساعدها، بس إيميلي صدته وقالت له انه ما يقدرش يساعدها في حاجة. نولان ما أخدش الكلمة وسكت، ده هددها انها لو رفضت مساعدته ممكن يتحول لعدو أشرس من كل أعدائه. عشان تقرب أكتر من دانيال إيميلي راحت النادي تتفرج عليه وهو بيلعب بولو. وفي الحفلة اللي فيكتوريا عاملاها لابنها إيميلي قابلت بيل أعز أصحاب أبوه زمان. عدى أكتر من 10 سنين وبيل معرفش شكلها خالص وما شكش فيها. إيميلي استغلت الفرصة وقربت منه وفتحت معاه كلام، وبيل بكل سذاجة فرح وعزمها على العشاء. تاني يوم وهي بتبص عليه وهو ماشي إيميلي حفظت ملامحه في قلبها بنار الانتقام، لأن بيل ده بالذات هو اللي سلم أبوها زمان، كانوا زي الإخوات. وفي اللحظة الحاسمة بيل باعه برخيص، وده اللي خلى أبوها يعيش ويموت في حسرة إنه وثق في الشخص الغلط. عشان تكمل الخطة وتكسب ثقته أكتر راحت له الشركة تاني يوم بحجة إنها عايزة تستثمر. بيل كان عارف من فيكتوريا إن إيميلي دي حوت وعندها ثروة كبيرة، وعشان يوقعها في فخ الاستثمار أخدها في جولة وبدأ يفخم في أرباح العملاء اللي وثقوا في شركته. بس إيميلي بحرص شديد رفضت العرض. في اللحظة دي جالها خبر إن الفيلا اللي على البحر اللي هي ساكنة فيها اتباعت لواحد تاني. فكرت ثواني وخمنت تقريبا مين اللي ممكن يكون اشترى البيت. بعدها وقفت نولان في عربيته وواجهته بالسؤال، وهو اعترف فعلا إنه اشترى البيت ونقله باسمها، وكان هدفه الوحيد إنه يساعدها تاخد طارها. السبب ده خلاها تستغرب وتشك أكتر في نواياه. وفي اللحظة دي عربية ركنت على جنب الطريق. إيميلي بذكاء لفت وحضنت نولان بسرعة، واللي نزل من العربية ما كانش حد غريب، ده كان بيل.
بيل بصلهم بنظرة سريعة وبعدين دخل المطعم. جوه المطعم بيل سألها عن طبيعة علاقتها بنولان. نولان ما كانش أي حد، ده كان شخصية تقيلة جدا في عالم الاستثمار. بس إيميلي زحلقت السؤال بمهارة وطلبت من بيل إنه يساعدها تشتري أسهم في شركة اتصالات اسمها AAM، ورمت له طعم إنها وصلتها معلومة سرية إن الأسهم دي هتضرب في السماء قريب. بيل كان نص مصدق ونص شاكك، بس المفاجأة إن تاني يوم الإعلام أعلن عن شراكة بين مجموعة نولان العالمية وشركة الاتصالات دي. الخبر ده خلى سهم الشركة يطير لفوق بسرعة الصاروخ. إيميلي استغلت الفرصة وكلمته تسأله عن استثمار كل فلوسها وشراء أكبر كمية من السهم ده. في الأول بيل كان متردد، بس ضمان نولان والأخبار اللي مالية الشاشات خلته يبلع الطعم. بيل اقتنع فورا إن دي فرصة العمر عشان يعمل ثروة، وحرك كل سيولة صناديق الاستثمار بتاعت شركته، والناس بدأت تشتري أسهم الشركة بهوس. وفي عز ما بيل بيبني قصور في الهوا وبيحلم بالغنى في ليلة، نزل فيديو لنولان بنفسه على النت. نولان كذب الخبر وقال إن الشراكة دي مجرد إشاعة بسبب معلومات غلط من جوه الشركة. الضربة دي خلت سهم الشركة اللي كان وصل للقمة ينهار وينزل سابع أرض. في فترة قصيرة جدا من الطلوع والنزول كل فلوس بيل طارت في الهواء. المرة دي الرعب ركبه أكتر من أي وقت فات، وعشان يتفادى غضب المستثمرين طلب من موظفينه بسرعة يلتزموا باتفاقية سرية، وإنهم لو خايفين على أكل عيشهم لازم يكتموا على الخبر. وقال لهم يقولوا للمستثمرين إن الدنيا ربيع واليوم جميل، لأن لو الخبر اتسرب محدش هيقدر يتحمل العواقب. لكن اللي بيل ما يعرفوش إن إيميلي كانت قاعدة في بيتها وماسكة كشف بأسماء كل المستثمرين بتوعه، وبدأت تكلم واحد واحد تبلغهم بالكارثة. اتقبض على بيل بسرعة عن طريق البوليس، والحكم اللي كان مستنيه غالبا هيبقى سهرة طويلة جدا ورا القضبان. في الوقت ده فيكتوريا كمان استلمت ملف عن تاريخ إيميلي من مخبر خاص. لما شافت حجم ثروة إيميلي المرعبة حست دايما إن البنت دي وراها حوار ومش سهلة، وعشان تقطع الشك باليقين وتعرف نواياها فيكتوريا قررت تعزم إيميلي في بيتها عشان تواجهها وش لوش. تاني يوم فيكتوريا استقبلت إيميلي في بيتها والاتنين استعدوا للكلام، لكن قبل ما يفتحوا في أي حاجة كونراد دخل عليهم ومعاه عضو الكونجرس كينجزلي. إيميلي عرفت كينجزلي على طول، ده المدعي العام اللي لبس أبوها القضية زمان بكل قسوة. وبسبب قضية أبو إيميلي الناس اعتبرت كينجزلي بطل، ومن ساعتها وكرسيه السياسة بيكبر ومسيرته بتعلى. المرة دي كينجزلي جاي عشان حملته الانتخابية الجديدة، بس فيكتوريا من جواها كانت بتكره كينجزلي جدا. الكل قعد يتناقش في موضوع الانتخابات، وكينجزلي قرر إنه هيعمل خطبة للحملة الانتخابية في حفلة. لكن فجأة مساعد كينجزلي جاب له تابلت وعرضه عليه، كان عليه فيديو ليه وهو داخل عمارة معينة، وده قطع حبل الكلام. كونراد حس ان في مصيبة فراح بسرعة يسأل كينجزلي فيه ايه. كينجزلي تهته في الكلام وقال ان مفيش اي مشكلة. وفي اللحظة دي فيديو تاني اتبعت، وكان فيديو خاص جدا لكينجزلي. المرة دي المصيبة كبرت وكونراد ضغط عليه وسأله تاني بسرعة. كينجزلي اضطر ينطق بالحقيقة ويقول كل اللي حصل. الفيديو كان ليه هو وحبيبته القديمة، بس هم كانوا متفقين قبل كده ومستحيل تكون هي اللي رفعت الفيديو ده. ورغم انه ما يعرفش مين اللي بيعمل كده، الاهم دلوقتي ان الفيديو ده ما يتسربش باي تمن، والا مستقبله السياسي هيتدمر تماما. وفي عز ما الكل حاطط ايده على قلبه، حفلة دعم الانتخابات بره كانت بدأت رسميا. كينجزلي كان المفروض يلبس ويطلع المسرح عشان يبدأ خطبته، لكن يدوب قال كلمات الافتتاح وما قدرش يكمل. كينجزلي بص للجمهور بوش مخطوف ومتوتر من غير ما ينطق ولا كلمة. وزيادة على كده خطبة كينجزلي حد كان لاعب فيها ومعدلها. وفي نفس اللحظة واحدة حامل لابسة فستان أحمر ظهرت في الحفلة، وقفت في مكانها ساكتة بتبص لكينجزلي بنظرة كلها شغف. أول ما شاف الست دي عرف إن في كارثة، فراح بسرعة سحبها ومشي. خطبة كينجزلي على المسرح ما كانش ينفع تكمل، والأهم إن محتوى الخطبة ما يتكشفش للناس. كينجزلي ما لقاش قدامه حل غير إنه يعلن انسحابه من الانتخابات دي وما يترشحش تاني. لما كينجزلي رجع الكواليس مساعده قال له إن السبب اللي جاب حبيبته القديمة للحفلة هو إنه لسه واصل حالا، لكن كينجزلي أنكر فورا وقال إن ده مستحيل. المساعد كمل وقال له إنها بتقول إن كينجزلي بيبعت لها رسائل وإيميلات بقاله شهور، وإنه كان عايز يربي طفل، وحتى وعدها إنه هيسيب مراته عشانها، وإنها المرة دي جات لأن كينجزلي بعت لها تذكرة طيران والفستان الأحمر. الكلام ده خلى كينجزلي يتجنن وما يفهمش حاجة، بس في النهاية حياة كينجزلي السياسية انتهت
بالشكل ده. لما إيميلي رجعت بيتها لقت نولان مستنيها بابتسامة عريضة على وشها، وطلع إنهم هما اللي طبخوا الطبخة دي كلها. أولا نولان هكر الكمبيوتر، وبعدين إيميلي بعتت الفيديو على التابلت بتاع كينجزلي. أما بالنسبة لمصدر الفيديو، إيميلي قالت ببرود إنها اشترت العمارة اللي البنت ساكنة فيها عشان بس تنتقم. ومش بس كده، إيميلي بعتت الفيديو لكل القنوات والصحافة. إيميلي كانت ناوية تمسح حياة كينجزلي وتدمر كل حاجة يملكها. نولان جسمه قشعر فورا لما سمع كلام إيميلي. الست دي فعلا مرعبة لما بتكشر عن أنيابها. في نفس الوقت مساعد كونراد جاب له تقرير التحقيق، ورغم إنهم لسه ما عرفوش مين اللي بعت الفيديو، بس الإيميلات اللي اتبعتت للبنت طلعت من كمبيوتر كونراد نفسه. ده خلى كونراد ياكل في نفسه من القلق. هو متأكد إن ده مش هو، أمال مين اللي عملها؟ تاني يوم إيميلي راحت تقابل صاحبتها وتدردش معاها، وبالصدفة عرفت إن فيكتوريا هتعمل حفلة شاي للدعم النفسي، والضيفة الأساسية هي الدكتورة النفسية، نفس الدكتورة اللي حبست إيميلي أكتر من 10 سنين. إيميلي سجلت اسمها فورا في الحفلة، وده خلى فيكتوريا تستغرب جدا. إيه اللي يجيب إيميلي لحفلة دعم زي دي؟ حفلة الشاي الخاصة بدأت بسرعة، والحضور كلهم تقريبا كانوا من مرضى الدكتورة. الدكتورة وقفت عشان تعرض أحدث إنجازاتها الخيرية، بس المفاجأة حصلت. الفيديو اللي مفروض يعرض النتائج اتقلب وبقى بيعرض صور لجلسات علاج المرضى، وكان من ضمنها كلام مستحيل يتقال وأسرار عمرها ما تتكشف في العادي. كل حاجة بقت على المكشوف قدام الناس. فيكتوريا ظهرت في فيديو بتعترف بخيبة أملها لبنتها، وأحيانا بتسأل نفسها لو كانت خلفتها للبنت دي مجرد غلطة. الفيديو ده خلى بنت فيكتوريا اللي كانت ماشية مبسوطة مع أمها تنهار في ساعتها وتقع على الأرض. فيكتوريا فقدت أعصابها وشاورت للدكتورة وبدأت تشتم وتهددها. لما فيكتوريا رجعت البيت طلبت مساعدها فرانك فورا وأمرته يشوف صرفة مع الدكتورة دي بأي طريقة، لأنها عارفة بلاوي، بالذات أسرار مدفونة بقالها 10 سنين وما ينفعش حد يعرفها. لما إيميلي رجعت بيتها لقت إن نولان لسه مستنيها، ومش بس كده، ده كمان بيسقف لها على ألاعيبها الذكية. وطلع إن تبديل الفيديو ده كله كان من تخطيطها. عشان تلاقي فرصة للانتقام، إيميلي راحت تتعالج عند الدكتورة دي لمدة سنة كاملة، واكتشفت بالصدفة إن الدكتورة دي بتسجل كل جلسات علاج المرضى وزرع كاميرات مخفية في أوضة العلاج. فإيميلي استخدمت التكنولوجيا ونسخت كل فيديوهات علاجها. ولما عرفت إن الدكتورة جاية حفلة الشاي الخيرية، استغلت فورا أصحابها اللي بينظموا الحفلة وبدلت الاسطوانات. وعشان تبعد الشبهة عنها، مش بس خلت فيديو علاجها يشتغل الأول، دي كمان عملت موقع سري ورفعت عليه كل الفيديوهات اللي جمعتها. نولان قال لها إنها بتأذي ناس تانية عشان بس تنتقم من فيكتوريا، بس هو قال إنه عارف إن المرة دي هي بتستهدف الدكتورة بس. لكن اللي إيميلي ما كانتش تعرفه إن المدبر الحقيقي اللي رماها في السجن 13 سنة كانت فيكتوريا نفسها، وقال إنه هيفتح لها عيادة خاصة فيها زباين مرتاحين ومستقرين، بس في المقابل البنت دي لازم تاخد رعاية خاصة في مكان مقفول. في الوقت ده فيكتوريا كانت بتدور على العقل المدبر ورا كل ده، لكن البوليس خبط على بابها فجأة. في الأول خافت ليكون حصل حاجة لبنتها، لكن البوليس قال لفيكتوريا إن الدكتورة اتخطفت وعيادتها اتسرقت، والهارد ديسك بتاع الكمبيوتر كمان اتاخد. وكان في شهود كتير أكدوا إن فيكتوريا هددت الدكتورة بالقتل، بس فيكتوريا قالت إنها قالت كده في ساعة غضب. وزيادة على كده فيكتوريا كان عندها دليل يثبت إنها كانت في مكان تاني وقت الجريمة. وبعد نشرة الأخبار فورا أعلنوا عن مكافأة للي يلاقي الدكتورة. وحسب تحقيقات البوليس، خطف الدكتورة غالبا ليه علاقة بصاحب الموقع السري، وممكن يكونوا نفس العصابة. لما سمعوا الكلام ده، نولان وإيميلي بصوا لبعض وأكدوا إنهم ما عملوش كده. في الوقت ده بره مخزن مهجور في الضواحي كان في واحدة بتصرخ بهستيريا. الست دي كانت هي الدكتورة، وبعدها بيوم واحد بس خبر إنقاذ الدكتورة تصدر الصفحات الأولى، والفضل كله لمكالمة مجهولة وفرت طرف الخيط. بس لما فيكتوريا شافت تفاصيل إنقاذ الدكتورة، وشها جاب ألوان وملامحها اتلخبطت. مش عشان الدكتورة عارفة أسرار كتير، لا، عشان البوليس اكتشف إن المخزن اللي كانت محبوسة فيه ده ملك لعيلة فيكتوريا. وعشان تبعد انتباه الناس، فيكتوريا قررت تعمل عشاء خيري، والمعازيم كانوا نفس ضحايا قضية أبو إيميلي زمان، لأن أبوها اتهمه بالخيانة وإنه وقع طيارة. وعشان تدور على الحقيقة، إيميلي دبرت تذكرة للحفلة عن طريق أصحابها. وهي جاية تخرج، ليديا اللي كانت ساكتة ومختفية بقالها فترة خبطت على بابها فجأة. ليديا قالت إنها عايزة بيتها يرجع لها، بس إيميلي رفضت بوش خشب. ليديا هددت إيميلي وقالت لها إن كل واحد عنده سر، وإنها هتكشف سر إيميلي. وبعدها ليديا ظهرت في حفلة خاصة عملاها فيكتوريا. ليديا قالت إنها جاية تعتذر وبتتمنى تتصالح مع فيكتوريا، بس فيكتوريا قلبها حجر وما قدرتش تقبل واحدة خانتها قبل كده. في الوقت ده إيميلي وصلت وحذرت ليديا إنها مستحيل ترجع البيت، وإن إيميلي لمت كل كراكيب
تجيب ليديا القديمة وبعتتها لها في كراتين. ليديا فشلت في خطتها واضطرت تمشي، لكن تاني يوم فيكتوريا اكتشفت ان جوزها حول مبلغ مرعب 10 مليون دولار لليديا. فيكتوريا مسكت في جوزها بغضب وبتسأله ايه معنى الكلام ده؟ قال لها انه بيعمل كده عشان يحميها لانهم شركاء في سر بقاله 15 سنة. ليديا عارفة الحقيقة الكاملة لوقعة الطيارة وبلاوي تانية كتير، ودلوقتي بعد ما فيكتوريا طردتها هم محظوظين جدا ان ليديا ما بلغتش عنهم، وال10 مليون دول مجرد تمن للسكوت. فيكتوريا لما سمعت التبرير ده ما اتكلمتش، بس اللي محدش يعرفه انها رغم هدوءها من بره كانت بتاكل في نفسها من القلق. في الليلة دي كونراد راح لبيت ليديا وسألها بغضب ايه اللي وداها بيته تعمل مشاكل. ليديا قالت له انها بس كانت عايزة تتصالح مع فيكتوريا وترجع لطبقة الاغنياء اللي هناك، ومش بس كده، ليديا هددت ان لو طلباتها دي ما تنفذتش هتفضح وشهم الحقيقي بالحفلة بكرة بالليل. كونراد حس بالتهديد فمسك صورة لليديا وفيكتوريا من على الترابيزة ورماها على الارض بغل ومشي. ليديا بكل برود وطت ورفعت الصورة، وفجأة ليديا وقفت مكانها وطلعت عدسة مكبرة بسرعة وفضلت تبص في الصورة حتة حتة، واكتشفت ان الجرسونة اللي واقفة ورا في الصورة شبه إيميلي بالظبط. ليديا بصت للصورة وابتسمت ابتسامة خبيثة، بس ليديا ما كانتش تعرف ان كل اللي حصل ده نولان صوره بالكاميرا اللي مخبيها على الرف. تاني يوم نولان طار لإيميلي وقال لها ان ليديا شافتها في الصورة، وان ليديا كمان جابت كشف بأسماء الموظفين بتوع اليوم ده. رد فعل إيميلي الأول ما كانش توتر ولا خوف، دي سألت نولان ببرود عارف منين. نولان اتلجلت واعترف انه حاطط كاميرا في بيت إيميلي، بس هو امبارح ما كانش فاهم ازاي الكاميرا دي ظهرت في بيت ليديا. هنا إيميلي فهمت الليلة، هي امبارح بعتت كراكيب ليديا في كراتين واكيد الكاميرا راحت بالغلط وسطهم. دلوقتي إيميلي لازم ترجع الصورة دي بأي تمن. طلبت من نولان يهكر شركة الكاترينج بتاعة اليوم ده ولازم يمسح اسمها من كشف الموظفين، لان زمان اول ما إيميلي خرجت من السجن اشتغلت كجرسونة مزيفة باسمها الحقيقي عشان تشوف وشوش اعدائها. لو إيميلي اتكشفت دلوقتي خطة الانتقام بتاعتها كلها هتتبخر. في الوقت ده كونراد راح لفيكتوريا وفرانك. كونراد قال انه حاول يتكلم مع ليديا، بس المرة دي ليديا مش عايزة فلوس. الحاجة الوحيدة اللي ليديا عايزاها هي ان فيكتوريا تقبلها تاني وسطهم. فيكتوريا خمنت ان ليديا كانت من مرضى الدكتورة والفيديو بتاعها هو الوحيد اللي ما تسربش، فيمكن ليديا هي العقل المدبر ورا خطف الدكتورة. فيكتوريا بعتت الحارس فرانك فورا لبيت ليديا عشان يدور على اي دليل، وكانت ناوية تستفرد بليديا وتاخد زمام المبادرة عشان تثبتها في الحفلة. الحفلة الخيرية بدأت بسرعة وليديا وصلت الساحة كضيفة شرف. ليديا هددت إيميلي في ودنها وقالت لها انها عرفت سرها. بعد ما ليديا مشيت إيميلي كلمت نولان بسرعة وعرفت ان مفيش غير نسخة واحدة بس من كشف الموظفين بتاع اليوم ده وموجودة في بيت ليديا. إيميلي كانت هتروح تجيبها بنفسها، بس دانيال وصل، ودانيال ده كان اهم حلقة في خطة انتقام إيميلي، فما لقيتش حل غير انها تطلب من نولان انه يروح يجيب النسخة دي. جه الدور على ليديا عشان تخطب. تحت في الجمهور كونراد وفرانك كانوا مشدودين وعلى اعصابهم وعينيهم متثبتة على ليديا اللي على المسرح كأنها شيطان. بس لحد ما الخطبة خلصت ليديا ما فضحتش قصتهم، بالعكس دي فضلت تمدح في انجازاتهم. بعد ما الحفلة خلصت ليديا راحت تدور على فيكتوريا، كان عشمها ان حلاوة كلامها تحنن قلب فيكتوريا وكانت بتتمنى ان فيكتوريا تسامحها وتقبلها تاني، بس فيكتوريا فضلت تهين وتتريق على ليديا، وليديا رجعت بيتها حزينة ومكسورة الخاطر. لما نولان كسر الباب ودخل بيت ليديا لقى الدنيا ضلمة كحل، وبسرعة لقى الكشف والصورة من تسجيل فيديو المراقبة، وكمان رجع الكاميرا المخفية بتاعته. وهو بيلم حاجته عشان يمشي سمع انذار البيت بيضرب بره. نولان اترعب وطلع يجري على السطح عشان يشوف فيه ايه. نولان خاف لدرجة انه طار على بيته فورا. وصل كاميرا المراقبة بالكمبيوتر، بس لما شاف المحتوى اللي جواها اتصدم صدمة عمره. الصبح بدري تاني يوم نولان شال الكمبيوتر وجري على إيميلي عشان يشوفوا هيعملوا ايه، ولما إيميلي شافت فيديو المراقبة اتصدمت هي كمان صدمة كبيرة. والمفاجأة انهم شافوا فرانك بيتسحب جوه أوضة فيكتوريا عشان يدور على حاجة جوه، وبسرعة لقى الاسطوانة اللي اتبدلت في حفلة الشاي جوه كرتونة على الترابيزة، ولقى كمان جورنان مكتوب فيه خبر انسحاب كينجزلي من الانتخابات. بناء على الحاجات دي فرانك اتأكد ان ليديا هي العقل المدبر ورا خطف الدكتورة، لكن المرعب اكتر ان كمبيوتر فيكتوريا كان عليه خطبة بتفضح كل اللي فيكتوريا وجوزها عملوه زمان. فرانك حس ان الموقف خطير فبلغ فيكتوريا بالحالة فورا، وهي امرته انه ياخد كل الادلة دي ويمشي في ساعتها. وفي اللحظة دي بالظبط ليديا رجعت بيته بوش حزين. فرانك هجم عليها فورا قبل ما تقدر تستوعب اللي بيحصل. ليديا اتخضت وحاولت تقاوم فرانك بكل قوتها، وللأسف ما كانتش قده
خالص، فصرخت بأعلى صوتها تطلب النجدة وطلعت تجري على السلم لفوق. ده المشهد اللي الكل شافه. خلص. فرانك حارس العيلة الوفي اللي ايده متلوثها بالدم حس ان الخطر انتهى تماما، واخد نفس عميق براحة وساب رسالة صوتية لفيكتوريا بيقول لها ان ليديا انتحرت. بعد ما نولان خلص فرجة على الفيديو قال انه عايز يسلمه للبوليس، بس ايميلي كان رأيها انه ده مش في مصلحتها. دلوقتي فيكتوريا واللي معاها مقتنعين ان ليديا هي العقل المدبر ورا كل المصايب دي، وده بيدي ايميلي ونولان مساحة يتحركوا بحرية. لكن عشان خطة الانتقام تمشي صح كان لازم فرانك يطلع بره اللعب خالص، والفيديو ده كان الكارت الكسبان لإيميلي. تاني يوم وكونارد بيتفرج على الأخبار عن ليديا، فجأة جاله إيميل فتحه لقى جواه فيديو المراقبة اللي بيوثق محاولة قتل ليديا. الرعب مسك كونارد من ساسه لراسه، وعشان يغسل إيده من الليلة دي جاب فرانك بسرعة، اداله شيك بمبلغ محترم وجهز له طيارة خاصة عشان يختفي من البلد فورا. بس فرانك حس بالقهرة، 20 سنة بيخدم العيلة دي وفي الآخر بيرموه بره وكأنه ولا حاجة، ومشي وهو شايل جواه غل الدنيا. لما كونارد رجع البيت لقى مراته لسه تتكلم عن فرانك، فما ردش عليها وشغل له فيديو محاولة قتل ليديا على طول. فيكتوريا وشها جاب ألوان من الخوف، ما كانتش تتخيل ان فرانك ممكن يكون بالوحشية دي. لكن بالليل وهي بتستعد تنام فرانك اتسحب ودخل بيتهم. لما لقيت نفسها وش لوش قدام فرانك وتهديداته الرعب شل حركتها. فيكتوريا بدأت ترجع لورا ومن خوفها اعترفت له بوجود الفيديو، ومن حظها تليفون جوزها اللي رن من الدور اللي فوق انقذها وقدرت تهرب. فرانك اول ما عرف بموضوع فيديو المراقبة طار على عمارة ليديا، حاول يرشي حارس الامن عشان يدخل له شقتها ياخد حاجة، بس الحارس قال له ان الشقة متشمعة من البوليس وممنوع الدخول. في اللحظة دي عين فرانك لمحت كاميرات المراقبة بتاعة العمارة وجايب تسجيلات الليلة دي فورا، وهنا اكتشف ان بعد ما هو مشي مفيش حد دخل الأوضة غير نولان. وكده فرانك فهم مين اللي صور الفيديو بتاع ليديا. في الوقت ده نولان كان عايش حياته في حفلة عيد الاستقلال اللي فيكتوريا عاملاه وبياكل ومبسوط، وفجأة لقى مسدس محطوط على راسه. فرانك سحبه الأوضة مقفولة وضربه خلاه يفقد الوعي، ولما فاق رفع عليه السلاح وبدأ يحقق معاه عشان يعرف مين اللي سلطه يعمل كده. وفي عز ما فرانك بدأ يفقد أعصابه سمعوا صوت حد بيتكلم بره. فرانك خاف يتفضح فاستخبى بسرعة، واللي دخلت ما كانتش غير إيميلي. نولان شدها بره بسرعة وقال لها إن فرانك كان هنا، بس فرانك ما كانش مشي، كان واقف بعيد بيراقبهم في صمت. وهنا بس فرانك اتأكد إن اللي بيلعب في الخفاء وعايز يدمره مش كونارد. تاني يوم فرانك اتسحب لبيت إيميلي عشان يدور على أي دليل. فجأة إيميلي اتخضت أول ما دخلت بيتها ولقيته في وشها. فرانك سألها بحدة هي تطلع مين بالظبط، لأن من ساعة ما خطت رجلها المكان والمصايب بتنزل عليهم، وليه خبت إنها كانت في إصلاحية الأحداث. إيميلي ما اتصلتش بالبوليس على طول، دي رفعت السجادة وطلعت تليفون من الصندوق الخشب القديم اللي في الأرض وعملت مكالمة غامضة وما ارتاحتش غير لما سمعت رد يطمنها. أما فرانك فبعد ما خرج من عندها راح دايركت على السجن اللي إيميلي كانت محبوسة فيه. دخل لمدير السجن على إنه ضابط بوليس وطلب ملف إيميلي وقت فترة سجنها، بس المدير رفض عشان ده محتاج إذن نيابة. بعد ما المدير مشى فرانك رفع سماعة التليفون وقال إنه مطرود من الشغل، واللي كانت على الخط تاني هي إيميلي. المدير حذرها إن فرانك مش سهل ولازم تاخد بالها، بس هما الاتنين ما كانوش متخيلين إن فرانك إدها مما يتصوروا. في نفس الليلة فرانك اتسحب لمكتب مدير السجن عشان يدور بنفسه على ملف إيميلي، لكن الصدمة كانت إن الصورة اللي في الملف لبنت تانية خالص. الموضوع بقى غريب، ففرانك صور الملف وبناء على الملاحظات اللي في الورق راح لبار معين، وهناك لقى البنت اللي في الصورة بترقص على المسرح. طابق الصورة اللي في إيده بوشها لقاها هي بالملي. فرانك دفع مبلغ كبير عشان يقعد مع البنت دي في أوضة خاصة وسألها في وشها انت إيميلي؟ البنت اللي اسمها الحقيقي أماندا، البنت اللي عاشت حياة إيميلي الحقيقية في السجن، فضلت تلف وتدور. لكن فرانك الصايع لقط الخيط وبقى متأكد ان دي إيميلي الحقيقية والتانية هي أماندا. البنت ما تخيلتش انه جابت تايهة فاعترفت انها إيميلي وسألته عن اخبار أماندا. فرانك طلع صورة إيميلي وقال لها انها عايشة ملكة دلوقتي ومخطوبة لولد غني جدا. الكلام ده نور عين البنت وخلاها تطمع، وقالت له انها عايزة تقابله في مكان عشان تحكي له كل حاجة. فرانك كان طاير من الفرحة، الحقيقة اخيرا هتبان. بسرعة اتصل بفيكتوريا عشان يبلغها باللي وصل له. فيكتوريا ردت بس اتفاجئت انه بيقول لها ان شكوكها كانت في محلها وان إيميلي دي مش الشخصية اللي بتدعيها. وبعد الجملة دي الخط قطع وفرانك ما نطقش بكلمة تانية. فيكتوريا استغربت، ولما حاولت تتصل بيه تاني تليفونه كان مقفول. في الوقت ده ليديا اللي وقعت من الدور الخامس فاقت من غيبوبتها كأن الميت رجع للحياة، وفي نفس التوقيت البنت اللي فرانك
لقاها وصلت لبيت إيميلي اتصدمت لما شافت البنت قدامها، بس أخدوها بالحضن. البنت قالت لها إن في واحد اسمه فرانك كشف لعبة تبديل الأسامي بتاعتهم. إيميلي أول ما سمعت كده خبت البنت فورا في بيت نولان كان هيموت ويفهم، بس إيميلي حذرته إن كل ما قلت أسئلته كان أحسن له، وطلبت منه ما يغفلش عن البنت لحظة. ورغم إن نولان ما سألش، بس عينه اللماحة جابت بقع دم على بلطو البنت. بالليل الأخبار أعلنت موت فرانك فجأة. نولان ربط الأحداث ببعض وشك في البنت اللي عنده، بس هي أنكرت لحد ما نولان حط قدامها نتيجة فحص بقع الدم اللي على هدومها وصرفة لفلوس فرانك، فهنا سكتت وما قدرتش تنطق. بعدها الاتنين قابلوا إيميلي، ونولان عرف الحقيقة إن فرانك لقاها وسألها عن سر التبديل بتاعهم. ولما كان فرانك بيكلم فيكتوريا، البنت هجمت عليه عشان تحمي إيميلي، ضربته بدم بارد لحد ما مات ورمته في الشجر اللي على الطريق. نولان لما سمع التفاصيل دي حس إنه راكب القطر الغلط وإن دول عصابة. إيميلي طلعت تليفون فرانك وطلبت من نولان يخلص منه بسرعة وإلا هيلبس معاهم في المصيبة. وبعدين طلعت تذاكر طيران كانت مجهزاها وطلبت من البنت تسافر فرنسا بكرة، واتفقوا إن البنت هتفضل أماندا وهي هتفضل إيميلي. في نفس الوقت فيكتوريا أخدت ليديا بيتها عشان ترتاح، ورغم إن ليديا فقد الذاكرة بس افتكرت صورة إيميلي في الحفلة وحكت لفيكتوريا فورا. بس لما فيكتوريا جابت الصورة لقوا إن اللي واقفة ورا دي مش إيميلي خالص. ليديا شكت في عقلها وافتكرت انها اتجننت، بس اللي ما يعرفوش ان إيميلي كانت مخلية نولان يزور صورة طبق الاصل، واستغلت فرصة توصيل طلبات وبدلت الصورة بنجاح. بعد ما إيميلي صفرت أماندا، اكبر ثغرة في خطتها اتقفلت واخدت نفسها، بس ما تخيلتش ان البنت مش هتمشي وهترجع تاني. الهدف الجديد لإيميلي كان الراجل اللي سجنها اكتر من 10 سنين، الصحفي الصغير اللي باع ضميره عشان الشهرة. زمان لما ابوها اتلفقت له تهمة، هي عملت نفسها ما بتعرفش حاجة عشان تحمي نفسها، لكن الصحفي ده استغل اسمها بحجة انه هيجيب حق ابوها وكسب ثقتها، واخد منها ادلة براءة ابوها وباعها لفيكتوريا وقبض تمن غالي. إيميلي ما اكتشفتش اللعبة دي غير لما راحت مكتبته، قربت منه على انها معجبة بكتاباته، وبعدين راحت مكتبه مع نولان على انهم مستثمرين، وهناك شافت دولاب مليان شرايط فيديو لابوها. الكاتب قال بغرور ان دي تسجيلات ديفيد بطل كتابه، وكلها لقاءات مع ابو إيميلي عينيها لمعت، ولما عرفت انه عايز يعمل لقاء تاني مع أماندا، الخطة اترسمت في دماغها. جابت أماندا اللي لسه راجعة وطلبت منها تقبل اللقاء علني. أماندا قعدت قدام الكاتب، وإيميلي ونولان في الكواليس بيلقنوها الإجابات في سماعة إذن. أماندا ردت إجابات خلت الكاتب يعرق وما بيعرفش يرد. إيميلي وجهت أماندا تشن هجوم مباغت ومسحت بكرامته الأرض، وقالت لها إن حفل توقيع كتابه بكرة هو فرصته الأخيرة عشان يكفر عن ذنبه، واتمنت إنه يستغلها، وسابته ومشيت من غير ما تديله فرصة ينطق. الكاتب حس إن كرامته اتهانت وقرر يفضح الدنيا كلها في الحفلة، لكن فيكتوريا جات له تاني يوم تسأله عن اللقاء. الكاتب قال لها الحقيقة إن أماندا عرفت علاقة فيكتوريا بأبوها، ولو كملت تدوير هو هيبقى أكبر كذاب في التاريخ. أما إيميلي اللي كانت قاعدة في الصالة وشافت إن الكاتب جبان ومش هيقول الحقيقة، أخدت قرارها، خلت نولان يعزم الكاتب على العشاء، وقدام دعوة من الملياردير السابع في قائمة فوربس ما قدرش يرفض. ولما مشيوا، إيميلي كسرت مكتبه، فتحت الدولاب وأخدت كل الشرايط وولعت في المكان بسيجارة. ولما الكاتب رجع مع نولان، كان المكتب بقى كوم تراب وكل النسخ الأصلية اتحرقت. الكاتب قعد يلطم ويعيط، ونولان وراه بيبتسم ابتسامة شيطان. لما إيميلي رجعت بيتها، قعدت تتفرج على شرايط أبوها مرة واتنين، وفجأة اكتشفت سر يقلب الموازين. بنت فيكتوريا الصغيرة تطلع أخت إيميلي من لحمها ودمها. عيلة جريسون دي هي اللي دمرت أبوها، وهي من البداية قربت من دانيال عشان تخترق العيلة وبقت خطيبته. دلوقتي بعد السر ده كان لازم تلعبها صح عشان تطلع بأكبر مكسب. في يوم وكونراد بيفطر مع دانيال، واحد غريب اداله فلاشة وورقة. بعدها فورا كونراد جاب محاميه وراح لمراته يطلب الطلاق. فيكتوريا اتصدمت. كونراد شغل الفلاشة وطلع فيها فيديو لراجل بيفضح علاقته بفيكتوريا، وبيلمح ان البنت دي ممكن ما تكونش بنت كونراد. كونراد قال لها انه هيعمل تحليل DNA، ولو طلع الكلام ده صح هتطلع من الجوازة دي بشنطة هدومها. وراح جاب شعراية من بنته عشان التحليل. فيكتوريا جريت على محاميها عشان يظبط اوراق الطلاق، وبدأت تدور على مصدر الفيديو، لان المفروض الشرايط دي اتحرقت. بما انها ظهرت يبقى مفيش غير أماندا اللي بتكرهها هي اللي عملت كده. فيكتوريا عزمت أماندا على الشاي وبعتت رجالتها يفتشوا وراها. اول ما قعدوا، فيكتوريا شكت فيها لان أماندا اللي تعرفها من صغرها عندها حساسية من الفراولة، والبنت دي اكلت منها كتير وما حصلهاش حاجة. فيكتوريا
سألتها عن الشرايط، بس البنت عملت عبيطة، وكل ما البنت تنكر فيكتوريا تتأكد إنها هي. وبالليل رجالة فيكتوريا دخلوا أوضة أماندا ولقوا باقي الشرايط في شنطتها. إيميلي لما شافت الليلة بتتكشف راحت لأماندا خوفتها من عيلة جريسون وانتقامهم. أماندا خافت وقررت تطير على باريس فورا. إيميلي بصت للقنبلة الموقوتة اللي مشيت وأخدت نفس عميق براحة. في الوقت ده نتيجة التحليل طلعت، والبنت طلعت مش بنت كونراد. فيكتوريا ما اتفاجئتش، بالعكس طلبت من محاميها ياخد الكوباية اللي أماندا شربت منها ويعمل تحليل DNA يطبقه مع بنت إيميلي، والنتيجة طلعت تطابق تام. فيكتوريا اتأكدت 100% من هوية أماندا. في نص الليل إيميلي اتسحبت تحت كوبري وظهر خيال راجل. الراجل ده طلع محامي فيكتوريا، وهو اللي ساعد إيميلي تبدل عينة أماندا، لأن لو فيكتوريا عرفت الحقيقة خطة إيميلي هتبوظ. المحامي ده كان من الناس القليلين اللي أبو إيميلي وثق فيهم وكتب عنهم في جوابه، وكل اللي بيحصل ده كان من تخطيط إيميلي. هي اللي بعتت الفلاشة لكونراد عشان يولع في فيكتوريا، وهي اللي حطت الشرايط في أوضة أماندا عشان تلفت انتباه فيكتوريا وتطرد أماندا بره البلد. ضربت عصفورين بحجر واحد، بس اللي إيميلي ما كانتش عاملة حسابه إن في شريط وقع في أوضة أماندا. بوتر البار اللي ما بيسكتش على الغلط لقيه وهو بينظف الأوضة، اتصل بأماندا عشان تيجي تاخده، بس ما عرفش يوصل لها لأن إيميلي كانت مهكرة تليفونها. إيميلي أول ما عرفت إن في شريط ناقص بعتت نولان يجيبه، بس بوتر كان مصحصح، ورغم إن نولان ما قدرش ياخده بس لمح إن رقمه 14. الرقم ده خلى قلب إيميلي يقع في رجلها لأن المحتوى اللي فيه هيفضحها. نولان جاب جهاز مغناطيسي وقرب من الشريط من ورا بوتر عشان يمسح اللي عليه، وبعد كام يوم بوتر طلب من نولان يتفرجوا عليه. نولان وافق بقلب جامد وهو فاكر إنه ممسوح، بس المفاجأة إن الشريط اشتغل عادي جدا. بوتر لما شاف الفضيحة اللي فيه الدم غلى في عروقه وراح على بيت جريسون. البيت كان مليان معازيم في حفلة خطوبة إيميلي ودانيال، وحتى كبير العيلة إدوارد جريسون كان حاضر. وفي عز الضحك والأكل بوتر دخل زي القضاء المستعجل وشاور على فيكتوريا وفضحها قدام الكل، وقال لها إنها حبت ديفيد وما سألتش في بنتهم أماندا، وكمان خلفت منه بنت تانية، ورفع الشريط في إيده كدليل. الكل تنح وفيكتوريا لسانها اتربط من الرعب. الجد إدوارد سأل عن حقيقة الكلام ده. دانيال حاول يدافع عن أمه وقال إن كونراد غصبها، لكن كونراد انفجر وقال إن فيكتوريا بتألف وإن دي مش الحقيقة. فيكتوريا حاولت تسكته، ودانيال افتكر أبوه بيتبلى على أمه، لكن تحت ضغط الجد كونراد فجر القنبلة وقال لبنته إن أبوها الحقيقي هو ديفيد. البنت ما قدرتش تستوعب إن أبوها إرهابي وطلعت تجري بره البيت. العيلة كلها بقت في حالة حداد، بس إيميلي من جواها كانت بتضحك. خطتها نجحت من غير ما توسخ إيديها، وبوتر قام بالواجب وزيادة. الجد بهدل كونراد وسحب منه ولاية العهد وقرر يديها لدانيال. وفيكتوريا اللي كانت مستخبية في الضلمة وعاملة حزينة ابتسمت ابتسامة انتصار لما سمعت الخبر. إيميلي وهي شايفة عيلة أعدائها بتتفتت اتصلت بنولان وهي مبسوطة وقالت له إن جهازه ده فيستك وما بيعملش حاجة. بس الفرحة ما تمتش لما رجعت بيتها لقت السجادة مرفوعة والصندوق اللي فيه أسرارها وتاريخها كله مسروق، ومفيش مكانه غير كارت مكتوب عليه عزيزتي إيميلي. الرعب الحقيقي مسكها، وفجأة جالها تليفون من تايلر صاحب دانيال اللي عينه مليانة طمع، وقال لها إن الصندوق وأماندا تحت إيده، وطلب 5 مليون كفدية والتسليم بكرة في الجراج. تاني يوم إيميلي اتأخرت وتايلر فقد أعصابه ولسه هيتصل بيها لقى مسدس في راسه. إيميلي ربطته في السور وطلعت صندوق أبوها من شنطة العربية، ولسه بتسأل تايلر عن أماندا لقت مسدس محطوط في ظهرها، والمفاجأة إنها كانت أماندا. إيميلي سألتها بتعملي كده ليه، بس أماندا ما كانش فارق معاها. فكت تايلر وأخدت الفلوس ومشيوا الاتنين، وإيميلي واقفة مش فاهمة حاجة. نولان لما عرف المصيبة دي قال لإيميلي تهدى وتهرب، لأن لو الصندوق اتفتح هتموت موتة شنيعة. بس إيميلي الانتقام عامي عينيها ورفضت. لما اتصلت بدانيال عرفت إنه بيقابل رجل أعمال ياباني اسمه تاكيدا. الاسم ده مش غريب، تاكيدا ده المعلم بتاع إيميلي. يوم الفرح قرب وإيميلي استعدت للمواجهة مع تايلر. فيكتوريا راحت لدانيال تترجاه يرجع، بس قالها لها في وشها إنه هياخد إيميلي ويسافروا باريس. فيكتوريا ضحكت بسخرية وقالت له إيميلي عمرها ما هتسيب البلد. دانيال ما صدقش وراح لإيميلي يسألها، بس إيميلي اللي جواها غل السنين سكتت وما قدرتش توعده. سكوتها خلى دانيال يصدق كلام أمه وافتكر إن إيميلي طمعانة فيه وسابه ومشي مكسور. وهي طلعت تلحقه راجل غريب وقفها، كان تاكيدا، وادالها الصندوق بتاعها وقال لها إنه جابه لها وخلصها من جزء من المشكلة عشان تركز
في خطتها وطلب منها تحافظ على سر أبوها، ولما يرجع هيقول لها السبب. حفلة الخطوبة بدأت وفيكتوريا ندهت على دانيال عشان يطلع المسرح، بس مفيش رد. وفي اللحظة دي صوت صرخة بنت فيكتوريا شقت الصمت من بره، وهي بتعيط وتقول إن في مصيبة حصلت لدانيال. الرعب دب في قلوب المعازيم والكل طلع يجري على البحر يشوف فيه ايه. ايميلي كانت مرعوبة، هي عمرها ما فكرت تأذي دانيال. هي وفيكتوريا وصلوا ولقوا جثة راجل ببدلة بيضة واقع على الأرض. فيكتوريا صرخت وجريت عليه، بس لما قربت اكتشفت إن الميت مش دانيال، ده تايلر. الكل أخد نفس عميق براحة، بس السؤال اللي كان بياكل في دماغهم كلهم مين اللي قتله هنا وليه؟ وفي اللحظة دي صوت غريب قطع الصمت. المفاجأة إن دانيال طلع يطوح من ورا تل وهدومه كلها بتنقط دم. دانيال الشاب اللي اتولد وفي بقه معلقة ذهب بس دايما تايه. المفاجأة إن فيكتوريا أول ما شافت منظره عقلها صور لها فورا إنه هو اللي خلص على تايلر. جريت عليه بلهفة الأم، حضنته وهمست له بكلمتين في ودنه كأنها بترسم خطة النجاة. بعدها بثواني المكان اتقلب وبقى خلية نحل من البوليس اللي بيحقق في الجريمة. فيكتوريا وكل اللي كانوا موجودين اتخذوا على الاسم للتحقيق. الكل كان متفق على كلمة واحدة، إن مفيش أي حاجة غريبة حصلت. كل اللي شافوه كان مجرد خيال لواحد لابس سويت شيرت رمادي بزعبوط. لكن وسط كل ده أخو بوتر الصغير رجع البيت وهو بيترعش من الخوف، لأنه الوحيد اللي لمح وش الراجل ده بوضوح في الضلمة. وفي نفس اللحظة بوتر كان لسه راجع البيت. بوتر الراجل الجدع اللي بيحاول دايما يعمل الصح بس الدنيا بتعاند معاه. أول ما أخوه الصغير بص على السويت شيرت الرمادي اللي في إيد بوتر لقاه غرقان دم. المنظر ده أكد كل الشكوك اللي بتدور في دماغه. البوليس جمع خيوط الجريمة من مسرح الأحداث، والنتيجة كانت إن دانيال هو المشتبه فيه الأول. وعشان دانيال كان له سوابق قديمة القاضي ما تهاونش معاه خالص، مش بس رماه في سجن شديد الحراسة، ده كمان رفض خروجه بكفالة نهائيا. فيكتوريا وجوزها ما عادوش حاطين ايديهم على خدهم، وجابوا أشطر محامي في أمريكا عشان يدافع عن ابنهم. المحامي ده بدأ ينبش في القضية واكتشف إن مسرح الجريمة كان فيه شاهدين، أخت دانيال وشاب تاني. حسب كلامهم هم لمحوا شخص لابس سويت شيرت رمادي بيهرب من المكان، لكن اللي يجنن إن كل كاميرات المراقبة ما لقطتش أي أثر للشخص ده. الكاميرات كانت بتعيد وتزيد في أول 3 دقايق من الحفلة، بس الصورة بقت واضحة، في حد كان بيلعب في الكاميرات ومتحكم فيها، وده معناه حاجة واحدة، الجريمة دي متخطط لها بالملي. المشكلة إن من وصف الشاهدين كان مستحيل يتحدد إذا كان اللي هرب ده راجل ولا ست، لكن دي ما كانتش عقبة قدام فيكتوريا وجوزها اللي متعودين يلبسوا تهم لغيرهم، زي ما عملوا بالظبط في قضية أبو إيميلي من أكتر من 10 سنين. خططوا إنهم يخلوا أماندا هي كبش الفداء، لكن المحامي صدمهم وقال لهم إن مشتبه فيه واحد مش كفاية. وهنا عيونهم راحت على بوتر، لكن بوتر سمعته سابقة خطوته والناس كلها بتحترمه. عشان يلبسوه تهمة كانوا محتاجين حد يلعب في دماغ الرأي العام. وفي اللحظة دي إيميلي رشحت الكاتب اللي بيته لسه محروق وقالت إنها هتظبط الحوار بنفسها. أول ما سمع العرض فاق لنفسه ولقاها فرصة، وقال إنه هيعمل أقصى مجهود عشان يكتب عن الحقيقة. وبما إن المشتبه فيها الأولى اللي هي أماندا كانت فص ملح وداخ، راح يدور على بوتر. كان طمعان إن بوتر يعترف له بالحقيقة، بس بوتر طرده شر طردة. وهو بياخد ديله في اسنانه وماشي، أخو بوتر الصغير حصله. أخو بوتر قال له إن الدنيا كانت ضلمة كحل وإنه ما شافش أي حد أصلا. أما أخت دانيال فبسبب إنها كانت واخدة مخدرات في اليوم ده، الخيال اللي شافته غالبا كان مجرد هلاوس. بوتر أخد الكلمتين دول ورجع بيته عشان يجهز المقال اللي هينزل تاني يوم. وفي عز اندماجه رسالة مجهولة نورت شاشة الكمبيوتر بتاعه. الرسالة كان مكتوب فيها: أنا عارف مين اللي حرق بيتك. الكاتب افتكرها أماندا وسألها بسرعة هي مستخبية فين، لكن الطرف التاني ما ردش، وبدل كده طلب منه يفتح درج مكتبه. الكاتب فتح الدرج والفرحة ملت وشه لما لقى شرايط الفيديو اللي كان محتفظ بيها زمان، ومن جواه اتأكد 100% إن فيكتوريا هي اللي ولعت بيته. في الوقت ده فيكتوريا رجعت للمحامي تاني عشان تلاقي أي ثغرة تخرج ابنها بكفالة. المحامي قال لها مفيش غير سكتين 2 بس، الأولى إن يظهر مشتبه فيه جديد في القضية، والتانية إن تحصل مصيبة جوه السجن تهدد حياة المتهم شخصيا. فيكتوريا ما لقيتش قدامها حل غير إنها تاخد القرار الصعب. عن طريق رجالتها دفعت رشاوي لضباط السجن، وبعدها ودانيال بياخد دش دخلت عليه شلة مساجين ضربوه لحد ما كان هيطلع في إيديهم. والنتيجة بتاعت الخطة دي جابت مفعول السحر. القاضي وافق بسرعة الصاروخ على خروج دانيال بكفالة، لكن كسر التوقع حصل لما المحامي بلغهم إن دانيال
ممكن يرجع السجن تاني، لأن الكاتب فضح الدنيا ونشر إن أخت دانيال كانت متخدرة يوم الحادثة، وده خلاها تتراجع عن شهادتها، والرأي العام بدأ يشك في سمعة عيلة فيكتوريا كلها. فيكتوريا طارت على الكاتب وهددته يمسح المقال وينزل اعتذار رسمي، بس الكاتب كان حاطط في بطنه بطيخة صيفي لأنه متأكد إنها هي اللي حرقت بيته، فمرضيش يسيبها تفلت، وقال لها في وشها إنه مش هيشتغل لحساب عيلتها تاني أبدا. والمرة دي فيكتوريا وقفت عاجزة وما قدرتش تلوي دراعه. دلوقتي شهادة الشهود كلها اترمت في الزبالة، ومن غير دليل جديد دانيال هيلبس القضية رسمي. فيكتوريا وهي متكتفة طلعت بفكرة شيطانية، راحت لدانيال وكانت ناوية تخليه يأذي إيميلي ويحطها هي في قفص الاتهام كمشتبه فيه أول، والسبب إن المسدس اللي قتل تايلر كان بتاع إيميلي. وفي الوقت ده إيميلي كانت متنكرة في شكل بنت جميلة قاعدة بتشرب وتتساير مع رجالة فيكتوريا، لأن من كام يوم إيميلي عرفت إن فيكتوريا عايزة تلبس الليلة لبوتر وتخليه يعترف، وده خلاها ما تقدرش تقف تتفرج وإيديها متكتفة. إيميلي طلبت من نولان يقنع بوتر إنه يسيب البلد ويمشي، لكن نولان وهو بيتكلم مع بوتر اكتشف كارثة. بوتر فعلا كان في مسرح الجريمة وقتها، ومش بس كده، ده كمان معاه دليل قاطع، السويت شيرت الرمادي اللي عليه دم الضحية. عشان كده إيميلي خلت نولان يتكلك بأي حجة وياخد بوتر بعيد، واتسحبت إيميلي لبيت بوتر في السر، وزي ما توقعت لقيت السويت شيرت فعلا، وبسرعة قلبت المكان عشان يبان إنه حادثة سرقة عادية. ولما إيميلي رجعت بيتها اتفاجئت إن دانيال اللي المحكمة منعاه من الخروج قاعد مستنيها، وبكل بجاحة بيسألها كانت فين. دانيال كان لمحها وهي خارجة واتصل بيها عدد شعر راسها، بس هي ما كانتش بترد، وده اللي خلاه يتجنن ويكسر قرار المحكمة ويجري وراها. لكن مفيش دقايق والبوليس طب عليهم وسحب دانيال على السجن تاني لأنه كسر الإقامة الجبرية، ولو ثبتت عليه التهمة عقوبته هتتضاعف. وفي الوقت اللي دانيال كان بيستعد يواجه القاضي، البوليس قبض على الدراع اليمين لفيكتوريا، ومن الكنبة اللي ورا في عربية البوليس لقيوا السويت شيرت الرمادي الغرقان دم، وفي ثانية الراجل ده بقى هو المتهم الرسمي في القضية. المحامي لما وصل السجن عشان يقعد مع المتهم اكتشف ان الراجل ساب جواب، الجواب ده كان فيه اعتراف كامل بكل الجرائم، وبفضل قوة فلوس فيكتوريا اللي بتفتح مقفول دانيال اخد براءة وخرج زي الشعرة من العجين. إيميلي كانت مذهولة من اللي بيحصل، فرغم انها هي اللي ظبطت حوار السويت شيرت، لكن موت دراع فيكتوريا ده كان بره حساباتها خالص. فجريت إيميلي تسحب تسجيلات الصوت من بيت عيلة جرايسون عشان تفهم. السر انكشف، الراجل اول ما اتقبض عليه كلم فيكتوريا يهددها وقال لها لو ما خرجتنيش من هنا هفضح كل وساخة العيلة دي. كونراد لما سمع التهديد ما جدعش وجاب حد غامض يخلص الليلة، وبعدها الراجل مات جوه زنزانته في هدوء. ومش بس كده، التسجيلات كشفت لإيميلي ان موت ابوها ما كانش مجرد حادثة عادية في السجن، اكتشفت ان بعد ما ابوها اتقتل القاتل اتبخر تاني يوم كأنه ما كانش موجود. وبالصدفة البحتة في أوضة أخت دانيال إيميلي شافت صورة لأبوها متصورة قبل ما يتقتل على طول، ومن الصورة دي ركزت وعرفت ان ابوها كان معاه نوت بوك مهمة، لكن كل متعلقات ابو إيميلي اللي استلمها كان نولان هو اللي نقلها. بسرعة البرق إيميلي كلمت نولان، ولما عرف انها بتدور وراه حاول ينقل النوت بوك بسرعة، بس هي قفشته متلبس. ومن تقلبها في النوت بوك بتاع ابوها لقيته كاتب عن شخصية واخدة اسم حركي CM، لكن حسب تدوير إيميلي الست اللي اسمها CM ماتت بمرض في نفس السنة اللي ابوها اتقتل فيها، بس كان في كشف في مستشفى تانية فيها ست بنفس المواصفات ولسه عايشة ترزق. عشان ما تسيبش اي خيط يضيع منها إيميلي راحت لبيت CM بنفسها، وهناك كانت المفاجأة، لقيت صورة نولان مع الست دي متعلقة على الحيطة. وهنا بس فهمت ان نولان اتربى على ايد CM، ونولان خبى النوت بوك عشان يحميها. الست دي كانت المحاسبة الخاصة لمجموعة جرايسون في السنة المشؤومة دي. وقتها CM اكتشفت ان العيلة بتخطط تدمر ابو إيميلي، بس وهي في طريقها عشان تحذره ديفيد اتقتل. وفي نفس التوقيت البوليس كبس على مجموعة جرايسون فجأة، وحتى كونراد نفسه دخل في دايرة التحقيق. كونراد رجع البيت هلكان ولقى دانيال مستنيه على نار. دانيال ضغط عليه وواجهه وسأله إذا كان هو اللي ورا انتحار دراعه اليمين. كونراد ما كانش عايز يفتح في الكلام، بس عشان يهدي اللعب مع ابنه بدأ يحكي له إزاي دمروا أبو إيميلي زمان. كونراد كب كل أسرار العيلة قدام ابنه، بس اللي ما كانوش عاملين حسابه إن إيميلي كانت سامعة كل حرف. إيميلي بسذاذة كانت فاكرة إن دانيال طينة تانية غير عيلته الوسخة، لكن في المؤتمر الصحفي تاني يوم دانيال فضل يكذب وينافق من غير ما يرمش. ده كمان رمى كل البلاوي على جثة الراجل اللي مات. إيميلي اللي كانت متعاطفة معاه قبل كده خاب أملها فيه تماما، وفي اللحظة دي حطت اسم دانيال بالبنط العريض في قائمة الانتقام، وبقت مصممة أكتر من أي وقت فات إنها تمسح عيلة جرايسون من على وش الأرض. إيميلي فضلت تعيد وتزيد في فيديو لقاء كونراد، اللمحة راجل شعره فضي هيأخر الفيديو. الصدمة إنه كان نسخة طبق الأصل من حارس السجن اللي اتقتل مع أبوها. إيميلي بقت واثقة 100%
100% إن الراجل الفضي ده إيده متلوثة بدم أبوها. في اليوم ده إيميلي كانت بتراقب مكتب كونراد كالعادة، والراجل الفضي ظهر فعلا. عشان تجبره يتحرك وتعرف مكانه، إيميلي بعتت لكونراد فيديو ليها هي ودانيال وهم نايمين. كونراد شاف الفيديو واتخوس وافتكر إن الراجل الفضي ده بيتجسس على عيلته. الدم غلي في عروق كونراد وطلب يقابله فورا. إيميلي لقطت عنوان المقابلة وكانت رايحة تراقبه بنفسها، لكن دانيال وأعز أصحابه طبوا عليها فجأة. كانوا جايين يتكلموا في تفاصيل الفرح، لكن في اللحظة دي دماغها كانت في حتة تانية خالص غير الفرح، ولأنها متكتفة ومش هتعرف تسيبهم كلمت نولان بسرعة وطلبت منه يروح وراهم. نولان بمهارته جاب عنوان الراجل الفضي بسهولة. إيميلي اتحججت بأي كلام وطردت دانيال وصاحبه برقة، لبست هدوم المهمة وراحت على العنوان، فكت لمبة النور اللي بره عشان تضلم المكان، ويدوب لسه هتكسر الباب لقيت ست بتنده عليها من وراها. وهنا بس إيميلي استوعبت إن نولان ادالها عنوان غلط. نولان الثعلب المكار كان راح هو للعنوان الصح، هكر شبكة الكهرباء بتاعة المنطقة كلها واستغل الضلمة عشان يتنكر في لبس عامل صيانة، وزرعوا كاميرا مراقبة جوه أوضة الراجل الفضي من غير ما حد يحس. في نفس التوقيت فيكتوريا راحت القسم تسأل ليه كونراد لسه ما اتقبضش عليه لحد دلوقتي، مع إن مجموعة جريسون كانت تحت تحقيق بسبب بلاغها. رئيس البوليس رد عليها ببرود وقال لها إن الأدلة مش كفاية عشان يكلبشوا كونراد. فيكتوريا ضربت على الترابيزة وقالت له إنها لو أخدت حصانة هتجيب له الأدلة اللي تثبت إن كونراد متورط مع منظمة إرهابية. وبعد ما أخدت الكلمة اللي طمنها من رئيس البوليس طارت على شقة جوزها السرية، شافت لوحة متعلقة على الحيطة. لوحة هي اللي كانت جايبها له وهم صغيرين. اللوحة كانت تقليد ومضروبة، بس كونراد محتفظ بيها بقاله حوالي 20 سنة. فيكتوريا بذكاء الحية حست إن في الموضوع، جابت سكينة وشقت اللوحة نصين ولقيت جوه كل الأدلة اللي تدين كونراد. أول ما رجعت البيت كونراد دخل عليها يزعق ويطلب منها الأدلة وإلا كلهم هيموتوا، بس فيكتوريا عملت ودن من طين وودن من عجين وما سمعتلوش. دانيال ما كانش عاجبه اللي قمته بتعمله، وقف قصادها ودخلوا في خناقة صوتها جاب آخر الشارع. دانيال كان مقتنع إن أبوه رغم إنه ندل وواطي بس بيعمل كده عشان مصلحة العيلة، وإن فيكتوريا بتدمرهم. الكلام ده جرح كبرياء فيكتوريا في مقتل، فاضطرت توريه الأدلة. كانت عايزة تختبر ابنها وتشوف هو هيقف في صف مين. دانيال الابن العاق أول ما مسك الأدلة لف وشه ورفع السماعة يكلم أبوه. ندالة دانيال كسرت قلب فيكتوريا وخلت نفسيتها في الأرض، ومشيت وهي بتجر خابتها وحسرتها. في الوقت ده نولان كان متابع الكاميرا اللي زرعها عند الراجل الفضي، كل يوم يفتح يتفرج لحد ما فجأة لاحظ إن الوقت اللي في الفيديو مش ماشي مع الوقت الحقيقي. نولان اللمبطي فهم إن في حاجة غلط بتحصل، وقبل ما يلحق ياخد أي رد فعل الراجل الفضي كان بيتسحب وراه، ضربه على دماغه نيمه في الأرض وأخده معاه. وطلع إن الراجل ده كان كاشف الكاميرا من أول يوم نولان ركبها فيه، بس سكت وما تكلمش عشان كان عايز يصطاد السمكة الكبيرة اللي ورا نولان. دلوقتي دانيال معاه الأدلة، بس راح بيها بيت إيميلي وحط الشنطة على الترابيزة اللي تحت، وإيميلي كانت متابعة وشافت الشنطة. تاني يوم الصبح بدري دانيال اتنفض على صوت صريخ إيميلي من تحت ونزل يجري يشوف فيه إيه. لقى الدور الأول كله مقلوب يضرب يقلب. إيميلي بتمس الانهيار وقالت له إن راجل شعره فضي كسر البيت وسرق الشنطة. دانيال سمع المواصفات وعرف مين اللي عملها وطلع يجري يبلغ كونراد بالكارثة. كونراد حس إن الأرض بتتهز تحت رجليه. الأدلة اللي كانوا هيساوموا بيها الراجل الفضي طارت. كونراد أمر الحرس بتوعه يقلبوا البيت حتة حتة ويدوروا، بس أول ما دانيال أخد ديله في سنانه ومشي إيميلي طلعت الأدلة اللي هي أصلا كانت مشبياها. كانت ناوية تتفرج على محتوى الفيديوهات اللي جوه، بس لقيتها متفرمطة وعليها باسورد، فرفعت السماعة تكلم نولان عشان يفك الشفرة، بس تليفونه كان مقفول. راحت له البيت ما لقيتش غير شاشة الكمبيوتر اللي منورة، وفي الناحية تانية نولان كان متربط زي الذبيحة قدام الراجل الفضي اللي فضل يهددها عشان يعرف مين إيميلي دي، وطلب إنها تجيب الأدلة وتسلمها له. إيميلي بكل برود طلبت إنهم يتقابلوا ويتكلموا وش لوش، ورمت له طعم إنها بينها وبينه طار قديم بسبب قتل أبوها. الكلمة دي خلت الراجل الفضي يتبرجل وما يفهمش هي مين دي وتطلع إيه. جهزت نفسها وراحت لنقطة المقابلة، وعشان حياة نولان كانت على المحك إيميلي اضطرت تخدر نفسها عشان هو يثق فيها. ولما فاقت لقيت نفسها جوه وكر الراجل الفضي. الراجل كان واقف فوق دماغها بيهددها تنطق بمكان الأدلة، وهي بكل ثبات ادت له عنوان مضروب عشان تخليه يسيب المكان. وأول ما خط بره الباب إيميلي طلعت حديدة كانت مخبياها في كمها وفكت الكلبشات في ثانية، خلت نولان يهرب الأول وهي مسكت بلطة ووقفت في الضلمة تستنى رجوعه. وزي ما هو
متوقع، الراجل الفضي اكتشف الخازوق ورجع وهو بيطلع نار من مناخيره. أول ما حط رجله جوه، إيميلي هجمت عليه زي الأسد، ويمكن عشان كبر في السن أو لعنة الدم اللي عليه، عميل تقيل زيه ما قدرش يصد ضربات إيميلي ووقع في الأرض وما بقاش قادر يتنفس. وفي اللحظة اللي كان هيطلع فيها في الروح، إيميلي سابت إيديها وعفت عنه. لما إيميلي رجعت البيت، دانيال كان جايب آخره منها لأنها بتختفي وتظهر فجدة زي العفاريت. إيميلي كمان كانت طاقتها خلصت، فقلعت دبلة الخطوبة ورمتها لدانيال. ورغم المرار اللي شافوه عشان يبقوا مع بعض، الحكاية دي انتهت واتفشكلت. بعد كده نولان حط كل بلاوي العيلة وأسرارهم الإجرامية في شنطة عربية المأمور في السر. المأمور أول ما لقى كنز الأدلة ده، خطته اتغيرت 180 درجة. ركب فيكتوريا طيارة خاصة وطلع بيها لنيويورك. كونراد كان حذر فيكتوريا إنها ما تشهدش ضده، وقال لها بالحرف إنها لو ركبت الطيارة دي هتموت. لكن فيكتوريا ركبت دماغها وطلعت الطيارة بكل عناد. كانت فاكرة إن في حياة جديدة بتنادي عليها، لحد ما لمحت الراجل الفضي ظهر قدام الطيارة، لعب في حاجة ومشي، والطيارة يدوب طلعت في الجو ووقعت اتفجرت، وكل اللي عليها بقوا حتت متفحمة. إيميلي كانت قاعدة بتحتفل بنجاح خطتها لحد ما شافت خبر الطيارة على الشاشة ووشها جاب ألوان. هل كده انتقامها راح في الهوا وملهاش حق تاخده بإيديها؟ وفي اللحظة دي نولان دخل على إيميلي ووشه ما يتفسرش، وقال لها إنه هو بيفك شفرة الأدلة أخد منها نسخة، والأسرار دي ما كانتش مجرد وساخة عيلة جريسون ولا قتل أبوها. الصدمة إنه لقى معلومات تخص إيميلي شخصيا. أم إيميلي اللي المفروض ميتة بقالها يجي 20 سنة طلعت لسه عايشة وبتاكل وتشرب. يا ترى إيميلي هتعمل إيه لما تكتشف إن أمها لسه عايشة؟ ومين اللي ورا اللعبة الكبيرة دي؟ شاركوني رأيكم وتوقعاتكم في الكومنتات، وافتكر دايما إن الضربة اللي ما تموتكش بتخليك أشرس. لو عجبك تلخيصنا ما تنساش تخبط اللايك المتين وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. أشوفكوا على خير.